شكرا لكم، ومن خلالكم أتوجه بالشكر لكل المنابر الإعلامية التي تحاول أن تطلع الرأي العام المحلي والجهوي الوطني على مستجدات قطاع التعليم في المديرية الإقليمية لبوشتو. كما تعرفون أنه على عاتقنا أكثر من 10,000 تلميذ في الأسلاك الثلاث، موكولة إلينا مهام تدريسي في ظروف جيدة. وكما تابعتم في العرض فإنه لله الحمد نسبة الاكتظاظ عندنا لا تتجاوز تقريبا 2%، بعض المستويات، أما الباقي فالمعدل هو من بين 35 إلى 37 تلميذ، بل هناك مؤسسات فيها أقل من 30 تلميذ. هذا من جهة. من جهة أخرى، سنة مضت على تشرفي بمهام الإشراف على قطاع التعليم في هذا الإقليم. حاولنا أن نشتغل على مجموعة من الواجهات على أساسها تنزيل مشروع التعليم الأولي باعتباره إلزاميا وباعتباره محطة أساسية في تكوين التلميذ في الابتدائي حتى نحارب الهدر ونحارب التعثر الدراسي. هذا من جهة. فاستطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الشركاء أن نستنبت هذا الاتجاه وهذا المشروع في جميع المؤسسات التعليمية الابتدائية بمعدل قسم في كل مؤسسة تعليمية، بشراكة مع جمعية الآباء مشكورة، حيث جهزنا فضاء لائقا بمستويات جد عالية بوسائل تكنولوجية حديثة، ثم تكوين المربيات اللواتي حاولنا أن يقدمن خدمة للطفلات والأطفال في هذا المستوى. ثم حاولنا أن نوسع العرض المدرسي في الإقليم، فاجتهدنا من أجل إيجاد بكالوريا الدولية جد مشترك في المؤسستين الثانويتين، ثم المسار المهني في 4 ثانويات، ثم المسار الإعدادي في إعدادية عمر بالخط، إضافة إلى شعب الاقتصاد الموجودة وشعبة علوم الرياضة. هذا كله يساهم في منتوج من التلاميذ حاصلين على شواهد عليا من أجل خدمة هذا البلد. مرة أخرى أن نجعل المؤسسات التعليمية لائقة لاستقبال مرتفقيها من التلاميذ ومن الأطر، حيث أصبحت في حلة جديدة كما لاحظتم في العرض وكما لاحظتم ولاحظ الساكنة في الإقليم، خدمة للمؤسسات لكي تصبح فضاء لائقا يستقبل جميع هؤلاء التلاميذ من أجل خدمة التعليم. كما حاولنا مع الشركاء ومع السادة رؤساء المؤسسات التعليمية تجهيز أكثر من 87 قاعة بالمصلات الرقمي حتى يساعد في التعلمات ويساعد في الأستاذ في إيجاد موارد رقمية تساعد التلميذ على التعلمات. وشكرا لكم.